اهلا بيكم. ومن هنا تبدا الحرب الكرويه الحقيقيه. قبل ما اعرض لحضراتكم كابتن رضا عبد العال قال ايه، تعالى بس نروح لمباراه مهمه جدا، مباراه الاهلي وزد اللي هتتلعب بكره في الدوري المصري الساعه 9:30 بتوقيت القاهره. طبعا كل جمهور النادي الاهلي منتظر ان الاهلي يرجع زي زمان، ان نشوف فيها 4 و5 اهداف. الاهلي في الفتره الاخيره وكل الناس متفقه على الراي ده، ان الاهلي اغلبيه صفقاته في شنك، وان النادي الاهلي عاجز على انه يسجل اهداف، ودايما الاهلي بيطلع يا 1-0 يا 1-1 يا 0-0. ما شفناش الاهلي بتاع زمان، الاهلي بتاع ال4 وال5، بسبب الاخطاء الهجوميه الكتيره جدا وعدم استغلال الفرص. لكن مباراه الاهلي وزد مش مهمه قد مباراه بيراميدز والزمالك. الحرب الكرويه والمباراه فعلا اللي هتقلب كيان الدوري المصري 360 درجه. المباراه دي على فكره مش جمهور الاهلي بس اللي منتظرها، لا، جمهور الاهلي وجمهور الزمالك وجمهور بيراميدز وكل الاعلاميين او المحللين الرياضيين وكل الادارات سواء الاهلي او الزمالك او بيراميدز منتظرين المباراه دي. هتقول لي ليه يا عم؟ لان المباراه دي حرفيا هتقلب الدوري كامل. المباراه دي لو طلعوا الاثنين فيها تعادل، رقم 3 النادي الاهلي هيطلع ويتصدر الدوري برصيد 39 نقطه، ده ان شاء الله ان الاهلي فاز بكره في مباراه زد. ولو طلع الزمالك فايز هيكون 40 واحنا الثاني 39 ونقلص النقاط، وبيراميدز هيكون تحت. ولو بيراميدز اللي فاز هيكون 40 والزمالك ثالث واحنا برضو ثاني. كده كده الحرب دي بدايتها نهايتها كل السيناريوهات هتكون لصالح النادي الاهلي. يعني ما عندكش حجه اهو، الدنيا متروقه ومترستقه 10/10. النادي الاهلي انتفض وقوم وارجع مره تانية تصدر للدوري المصري اللي هي لعبتك. اما بالنسبه بقى للناس اللي كانت بتتكلم عن رضا احمد عبد القادر، احمد عبد القادر استحاله يروح نادي الزمالك. يعني شفت عمرو درديري منزل صوره وقال ان احمد عبد القادر صفقه القرن بالنسبه لنادي الزمالك. اولا انت عندكم ايقاف قيد، تاني حاجه انتوا مديونين حتى لحلاق نادي الزمالك، يعني عليكم مديونيات بالهم. هل هتقدروا تدفعوا المبلغ المالي الضخم ده لاحمد عبد القادر، ولا هو شو اعلامي وخلاص؟ احنا منتظرين الحرب في المباراه بين بيراميدز والزمالك. وعلى فكره انا من رايي ان احنا نقف ونشجع بيراميدز، ما نشجعش الزمالك. انا واحد اهلاوي هقف واشجع بيراميدز وانتظر ان بيراميدز يتعادل، مش عاوز يفوز. وايا كان السيناريو اللي هنحسبه هو كده كده لصالح النادي الاهلي. فعزيزي المشاهد انت هتكون امام مباراه وحرب كرويه حقيقيه، والحرب دي هتكون للنادي الاهلي. النتيجه بتاعتها والمكسب الحقيقي يكون للنادي الاهلي. تعال بس نروح للكابتن رضا عبد العال ونرجع مره تانية نشوف رضا عبد العال قال ايه عن تصدر نادي الزمالك للدوري المصري. ومبروك عليك تصدر الدوري بالنسبه للزمالك. الله يبارك فيك. نادي الزمالك بيتصدر برغيف وقرص طعميه. برغيف وقرص طعميه بمعنى مفيش امكانيات. مفيش اي طب كويس لحد كده اتفرجت وشفت كابتن رضا عبد العال بيقول الزمالك متصدر الدوري برغيف عيش وقرص طعميه. يعني الزمالك متصدر الدوري لله وللوطن. مباراه يوم الاحد هتكون مباراه اشجعك انك تحضر مباراه زي دي، تشاهدها، تشوف كل التكتيك اللي هيكون في المباراه، لان المباراه بصراحه هيكون ملهاش وصف. هنتظركم في لقاء بعد المباراه على طول، وان شاء الله المباراه هتطلع التعادل علشان الاهلي يتصدر الدوري وبلا منازع. اتمنى انكم تكونوا وصلتوا معايا لنهايه الفيديو. على فكره في حاجه مهمه جدا حابب اقولها لحضراتكم قبل ما ننهي الفيديو، ان زيزو جاهز، تريزيجيه جاهز، امام عاشور جاهز ومفيش اي مشكله. اللخبطه الوحيده اللي حاصله رياس سورب دلوقتي، هل يبدا بن رمضان ولا يبدا بالي ديانج؟ انا من وجهه نظري انه يبدا بالي ديانج ويركن بن رمضان شويه. اتمنى انكم تكونوا وصلتوا معايا لنهايه الفيديو. ما تنسوش لايك واشتراك وتفعيل جرس الاشعارات، والى اللقاء في فيديو اخر.